مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ انا جاي النهارده اجاوب على سؤال مهم قوي ناس كتير بتساله لي. مميزات وعيوب شراء الفضه عبر الانترنت. اعملوا سبسكرايب ويلا بينا نشوف. اول حاجه في مميزاتها، ودي الحاجه الوحيده المميزه، مش هنروح مشوار ونجيب نروح عادي على المحل ونشوف ونختار لا، هي الصوره حاجه عجبتنا هنجيبها عادي خالص واحنا قاعدين في البيت وهم يجوها لنا. فهي دي الميزه الوحيده، ان احنا نشتري حاجه فضه من النت، ان احنا من الاخر كده مش هنتحرك، نكسل. فاهمين قصدي؟ طيب ماشي، ايه بقى عيوبها؟ عيوبها فيها حاجات كتير قوي. عيوب، اول حاجه، لازم قبل ما نشتري حاجه من من النت، اونلاين، حد منزل مثلا اي اعلان سبونسر، خاتم، انسيال، اي حاجه، لازم نعرف ان الصفحه اللي منزله الكلام ده كله تكون عندها فرع. ليه بقى؟ علشان لو حصل لا قدر الله اي حاجه في الخاتم في الانسيال، نقدر نروح المحل نفسه، نروح نرجعها نبدلها. لكن لو في صفحه احنا ما نعرفهمش فين اصلا، فدي حاجه اساسيه. ده عيب جامد قوي من العيوب، الا لو احنا اشترينا من مكان موجود فيه فرع. تمام. تاني حاجه، وارد جدا جدا ان الحاجه دي ما تكونش فضه اصلا، يكون ده صفحه فيك مسروقه، لو ما عندهاش اي فرع او اي حاجه. شغل مش فضه اصلا، عادي خالص، شغل اكسسوارات وعاملين فضه، او مكتوبه 1925 وهو مش فضه. فده وارد جدا برضو بتحصل في اي صفحات، اي صفحه من الصفحات اللي هي بتعرض الفضه. في ناس قالوا لي ان الكلام ده فعلا حقيقي. ثالث حاجه، الجوده. الجوده انت مش بتشوفها قدام عينك، الجوده انت بتشوفها كصوره، ما بتشوفش تلف تشوف الخاتم ده شكله عامل ازاي، انسيال ده عامل ازاي، مظبوط، لا شكله على ايدك مش حلو. فده حاجه مهمه جدا، الجوده دي لازم نشوفها. الحاجه اللي بعديها الملمس. الملمس انت ما تعرفش، يعني ممكن تكون السنان طالعه، السنان دي اللي هي الحاجات اللي بتبقى ماسكه الفص، السنان دي ممكن تكون هي بتخربش مثلا، بتخربش الايد او اي حاجه، فشكلها مش مرتاح في الايد في اللبس. فده برضو حاجه مهمه جدا. في حاجه كمان مهمه جدا، اللي هي ان احنا نعمل حاجه كاستمايز، حاجه عموله، نفذ حاجه عموله، مثلا اي كوليه باسم مثلا مكتوب على اي اسم او اي حاجه، لازم ما نعملش في اي محل. زي ما قلت لكم فيديو تاني، ان احنا لازم نروح محل واثقين فيه، عملنا عنده اوردرات تانية قبل كده، ونعمل عنده مثلا كوليه باسم او اي حاجه. ليه؟ عشان اللعب في العيارات. لو احنا عملنا اي صفحه كده بتاعت فضه، نقول عايزين نعمل اسم كذا كذا كذا، وهو نفذه لنا فعلا، ممكن تكون العيار مش مظبوط، العيار مش 725، وانت مش هتعرف، عشان هو الحاجات دي ما بتبقاش مدموغه، مش مكتوب عليها، مش مدموغه الدمغه اللي هي بتاعت مصلحه الدمغات. ممكن يكتب لك عليها 925 ويريح دماغه هو بالليزر، فممكن يضحك عليك بسهوله. فده برضو عيب مهم جدا من عيوب الصفح اللي بتبقى نازله على اي بيج او اي اعلان، اي اعلان ممول. فبكده اكون قلت لكم المميزات والعيوب بتاعت ان انت تشتري حاجه فضه من النت، او من اي بيج، فيسبوك، انستجرام، اي حته. فاهمين قصدي؟ في برضه عندي معلومه اخيره ليكم. الشغل الفضه اللي بينزل على علي بابا او علي اكسبريس، الحاجات دي بتبقى برضه زي ما قلت لكم تقريبا مش فضه، تقريبا مش فضه، اكسسوارات، وعاملين انها شكلها شبه الفضه، وبيحطوها سعر برضه نفس سعر الفضه. في ناس بيحطوا بسعر رخيص جدا عشان تبيع بيه. فخلي بالكم قوي من الحاجات دي، ما تشتروش فضه من علي اكسبريس او علي بابا او امازون. الحاجات دي برضه، الحاجات دي بلاش، وحاولوا تبعدوا عنها جدا. انتوا عايزين تشتروا حاجه فضه كويسه، روحوا اي محل او روحوا اي بيج عندها فرع، وتاكدوا ان هو عندهم فروع، لو حتى فرع واحد بس مفيش مشكله. عشان لو في اي حاجه لا قدر الله، اي شغل مش مظبوط، اي حاجه، الحاجه مش فاضيه، عايزين تاكدوا، عايزين ترجعوا، عايزين اي حاجه، وعرفوا وقت الترجيع او الاستبدال او استرجاع مدته قد ايه بالظبط، عشان انتوا المفروض يبقى على الاقل خلاص يبقى ليكم يومين استبدال او استرجاع. فدي حاجه اساسيه. يا رب اكون افدتكم وقلت لكم مميزات وعيوب الفضه ان انت تجيبها من على النت او بيجي على الفيسبوك او انستجرام. لو حد عنده اي سؤال يكتبه في كومنت وانا ان شاء الله هرد عليه على طول. شكرا.